يا جماعة بلاش النومة دي اللي بتبقى ايدك تحت جسمك كده، دي بتصحى تحس ان ايدك اتشلت. عارف انت تبقى ايدك عاملة كده اهو، وتحس ان انت مش حاسس بيها، وتنميل كتير كده في الايد والثلاث صوابع دول بالذات. ده بيبقى ضغط على العصب الاوسط بسبب النومة اللي انت نمتها دي. ضغطت على العصب الاوسط هنا وفعصته، لان انت هنا ايه، خنقت الحتة دي جامد. فالعصب هنا راح منمل لك الصباع ده وده وده، اللي هما ايه، التلات صوابع دول، واحد اتنين تلاتة، وساعات نص ده كمان. تحس تنميل في الحتة دي، ماشي. أو النومة دي مثلا إن أنت تبقى ضامم إيدك على نفسك كده، فدي تخنق برضو الأعصاب كده. طيب، أول حاجة غير وضعية النومة دي، نام على ظهرك أحسن، ماشي. أو غير مثلا، تبص الناس اللي ممكن تنام على مخدة زي كده، نام على مخدة زي كده، تحضن مخدتين زي كده دول. ده بتقلل جدا من حتة، لأن دي النومة دي بتبقى أريح لما بتبقى نايم وحاطط مخدتين كده، هو مخدة كده ما بين رجليك. النومة دي بتبقى أريح، فبتخليك ما بتاخدش إيدك تحت جسمك بالمنظر ده، عشان انت بتحاول تريح بس بتعمل الغلطة دي. لكن انت لو نايم اصلا مرتاح وحاطط المخدتين كده بين ايديك، ده هيخليك ما تنامش النومة الوحشة التانية دي. تمام، خلاص. شايف النومة دي، خنقت هنا، نملت هنا. طب الحل ايه؟ صحيت بقى منمل، اعمل الفيديو ده، بص كده اهو. اول حاجة بتعمل كده صوابعك كده، ماشي، 20 مرة، عشان انت بس صحيت منمل. خلاص، بص بقى اللي بعديها دي، المنظر ده. اهم حاجة بص كف ايده عامل ازاي، عمل لتحت كده كده، ماشي، كده اوي وكده اوي. انت بتحرك كف ايدك كده اوي اوي، فاهم قصدي؟ تكرر التمرينتين دول 20 مرة الصبح و20 مرة بالليل، ان شاء الله التنميل يقل جدا. وهذا والله اعلم. السلام عليكم.